تشيكن بيتزا او سندوتش البيتزا النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. لو حابه تاكلي بيتزا كده وتكون هشه وخفيفه وطريه وحاجه سريعه، مش لسه هتعجني بقى ولا هتفردي ولا هتخمري ولا اي حاجه، هنعمله النهارده من العيش الكبير الحجم اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو حبيتي تشتري الوصفة دي جاهزة من اي مكان او نزلتي كده تاكلي في اي مطعم، هتدفعي بصراحة مبلغ وقدره. فهنعمله النهاردة في البيت، تكلفة طبعا اقل والجودة ان شاء الله هتكون عالية جدا، وهنعمله بسهولة وخطوات بسيطة هنشوفها مع بعض. اللي لسه اول مرة يشوفني، انا سمية ودي قناتي. اتمنى طبعا تشرفوني وتنضموا للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو النهاردة. طبعا احنا نبدأ كده الأول في تسوية الفراخ. هنجيب طاسة كده نحطها على النار ونحط فيها شوية من الزيت. عندي صدر فرخة خليته وقطعته مكعبات كده، وهبدأ ان انا بعد ما اغسله طبعا واصفيه واسيبه ينشف كويس احطه في الزيت. لازم الزيت بتاعي يكون سخن جدا، والفراخ عايزين نديها صدمة وما تخرجش المية بتاعتها علشان ما تبقاش طعمها زي طعم المسلوقة، وفي نفس الوقت كمان تفضل جوسي كده وفيها محتفظة بالسوائل بتاعتها. هديها تقليبة بسيطة كده، وقبل ما تحسي ان الفراخ خرجت ميتها طبعا نبدأ بقى نشوف احنا هنزود عليها اضافات ايه. لو حابة تحطي فص توم في المرحلة دي انتي وراحتك بقى، مفيش مشكلة. هبدأ احط بقى فلفل احمر واصفر واخضر، يعني فلفل الوان، وادي التوم كمان هنحطه. عايزة تحطي التوم قبل مفيش مشكلة، تحطي بعد مفيش مشكلة. هتبدأ طبعا لازم تخرج شوية من المية بتاعتها او عصارة اللي في الفراخ نفسها وفي الخضار. هنبدأ بقى نحط ملح، فلفل، بابريكا، لو بتحبي تحطي الشطة، توم باودر، بصل باودر، الحاجات الخفيفة دي اللي انتي طبعا هتديلنا تست حلو كده مع طعم الفراخ كمان. هنحط كمان معلقة كبيرة كده من الكاتشب، ودي كمان هتدينا طعم مميز جدا جدا للفراخ. هندي الفراخ تقليبتين كده. احنا طبعا الفراخ مش هتاخد معانا تسوية كتير، ومش عايزين كمان ننشفها، يعني عايزين نديها تسوية وفي نفس الوقت تبقى جوسي كده وطعمها حلو. تمام كده خلاص. اول ما تحسي ان الفلفل والحاجات دي استوت، يبقى هي الفراخ كمان استوت. هنبدأ بقى نشيلها من على النار ونفضيها في طبق زي كده، وهنبدأ بقى نحط عليها كمان شوية من الزيتون. عندك زيتون اخضر، زيتون اسود، المتاح عندك هتحطيه. انا طبعا هحط الاتنين، ممكن لو حابة تحطي كمان رشة من الزعتر تبقى حلوة قوي. عندي بقى العيش اهو زي ما احنا شايفين، هو جاي مفتوح جاهز. هو لو مش مفتوح طبعا انا مش هفتحه من الجنب كده، انا هفتحه من فوق، انما هو جاي لي طبعا مفتوح جاهز. هبدأ اجيبه كده وافتحه بالراحة، وهبدأ بقى ان انا اجيب شوية كده من الكاتشب، وهندهن الاول الرغيف بالكاتشب من الجنبين زي ما احنا شايفين كده. كمية الكاتشب على حسب ما انت بتحبي، ولو حابة تحطي في الفراخ شطة وبتحبي طعم الشطة فيها تبقى جميلة جدا. تمام كده، ده الكاتشب بتاعنا. دهنا كده الثلاث سندوتشات. هنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعة الفراخ. طبعا لو حابة برضو تحطي جبنة موتزاريلا او جبنة ميكس او جبنة شيدر او اي نوع جبنة عندك قبل ما تحطي الفراخ، برضو ده بيرجع لك انتي وزي ما انتي عايزة تكلفي او زي ما انتي بتحبي. ونحاول طبعا كمان ان نجيب نوع الجبنة يكون حلو كده وبيسيح وبيمط معانا في الاكل. هنخلص حشو الثلاث سندوتشات من الحشوة اللي معانا دي، وطبعا لو في حاجة لسه باقية نعمل كمان سندوتشات اكتر من التلاتة، طبعا على حسب الكمية اللي انتي عاملاها. الكمية كمان هتفيض معايا، يعني الصدر الفرخة هيعمل اكتر طبعا من 3. وحابة تعملي بقى العيش الكبير العيش الصغير على حسب ما انتي محتاجة او حسب ما انتي عايزة. هتبدأي بقى تحطي الجبنة كده بالشكل ده. نحط بقى كمية مناسبة جدا للثلاث سندوتشات اللي قدامي. وبعد كده هنبدأ نحط بقى الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، ونزين بقى الشكل الخارجي بتاعنا من بره. وكمان هنبدأ نحط شرايح الزيتون. زي ما بنقول دايما ان العين هي اللي بتاكل الأول، فلازم تخلي شكل الحاجة مميز كده
وتديها يعني شكل الحاجة اللي بتيجي من بره او الحاجة الجاهزة. ده بيفرق جدا جدا مع اولادك لو حابة ان هم يبطلوا بقى حكاية الاكل اللي من بره دي وياكلوا دايما من البيت. طبعا البيت بيكون اوفر وبيكون انضف، ودي حاجة يعني ما يختلفش عليها حد. اي وقت بيكون عندك يعني تستفيدي بيه انك انت تعملي اكلك في بيتك وتعملي لاولادك كل حاجة بيحبوها بايديكي، ده يفرق معاكي جدا. خلصنا بقى كده السندوتشات بتاعتنا. طبعا احنا هندخلها الفرن العيش مستوي، احنا بس عايزين يدوب الجبنة تسيح معانا كده. فهنحط الصينية في الرف الاوسط. احنا هنشغل من تحت دقيقتين اتنين، وهنشغل الشواية بتاعتنا برضو من فوق كده يدوب دقيقتين، بحيث بس احنا عايزين نسيح الجبن بتاعتنا ومش عايزين اكتر من كده. لو زودتي عليها النار هتبدأ تاخد لون، واحنا مش حابين تاخد اللون الغامق، عايزينها يفضل لونها فاتح زي ما هي كده وتفضل بالشكل الجميل اللي احنا عاملينه ده. مش هتاخد 5 دقايق وهتطلع من الفرن بنفس الشكل ده. خرج معانا من الفرن بقى في المرحلة دي كفاية، ريحته بصراحة في منتهى الجمال. الجبنة سايحة كده وشكل الخضار كمان مزين الرغيف، وكمان طعم الفراخ فيه حاجة في منتهى الجمال. سندوتش البيتزا او تشيكن بيتزا حاجة في منتهى العظمة، لو جربتيها فعلا هتكرريها كتير. وهي في الاخر مش مكلفة زي ما تكوني هتشتريها. يعني احنا دايما بنحاول نعمل الحاجة في البيت علشان تكون اوفر من الشراء من بره. شكلها فعلا تشهي وشكلها جميلة جدا جدا، وزي ما قلنا نوع الجبنة لما بيكون سايح بيدينا شكل كمان احسن كتير. خلصنا كده الفيديو بتاعنا، اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. بشكركم طبعا على كل المشاهدات اللي فاتت وعلى كل اللايكات، واتمنى كمان تدعموا الفيديو دايما وتدونا يعني كومنت حلو كده، وكمان محدش يخرج قبل ما يدعم الفيديو باللايك. وهو دايما المطلوب من اي حد بيشوف المحتوى ان هو يدعم صاحب المحتوى، والدعم هنا ما بيكونش مادي، الدعم مجرد ان انت بتدي لايك للفيديو يبقى كده اديته فرصة ان هو يترفع ويتشاف، وكمان ما نحسش ان احنا مجهودنا بيروح كده على الفاضي. بشكركم طبعا لو انتوا وصلتوا معايا لغاية هنا. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولو حابين اي وصفة كده نعملها مع بعض ياريت تكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله دايما كده مش هتأخر، وهتلاقوني دايما موجودة معاكم وهتابع كل الكومنتات. اتمنى اللي محتاج اي حاجة يبعتلي عليها بإذن الله. شكرا على اللايك وشكرا على المتابعة، اتمنى اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.